مثلا المتنبي كان واقف امام ملك من الملوك ويمتدحه، وتعرف الانسان يعني شو يريد، يعني اذا تريد منه مصلحه لازم تمتدحه، لازم تقول له خوش ادمي. فقال له: اقدام عمر في سماحه حاتم، في حلم احنف، في ذكاء اياسي. جاي يمثله، يقول له: انت في شجاعه عمرو ابن معدي كرب الزبيدي. انت عمرو بن معدي كرب الزبيدي هذا كان رجل فعلا، هو من مصارية الحروب، وبعدين اسلم وكان يبيع اللبن يقول في المدينه. بس هو بالجاهليه عنده سيف يقول يسموه الصمصامه، مضرب مثل عند العرب. فقاعد فرد يوم من الايام، في ايام بالمسجد وشي، طلب من عنده واحد من الكبار الصحابه، قال له: متى تعطيني هذا سيفك الصمصامه خل اشوفه شنو العرب تضرب المثل به، يختلف حديده شكل شي. جابه اخذه قلبه بيده، ضرب بحجر بصفه ما اخذ بالحجر. فكانما مقتضى القاعده ان السيف اذا كان قوي وفعلا يستحق السمعه يكون ياثر بهذا الحجر. فرماه اليه، قال له: هذا ما يستاهل السمعه، يظهر الناس هواي مغروره به. قال: يا امير، انا اعرتك السيف ولم اعرك الساعد. هو مو بيدك يعني صمصامه تعطيني اياه. وفعلا يستدلون بها على ذي الفقار، يعني ناس هواي تسال عن ذي الفقار وامكانيته، وهذا ترى العبره مو بذي الفقار، وانما العبره بالساعد الافتك الذي اعطى لذي الفقار حقه. والا لو كان بغير يد علي بن ابي طالب ما اخذ سمعه بهالشكل. الشاهد الحديث يقول له: اقدام عمرو في سماحه حاتم، في كرم حاتم، لان حاتم اصبح مضرب مثل للجود. في حلم احنف، في ذكاء اياسي. احنف ابن قيس من سادات بني تميم معروف بالهذا. شاهد الحديث هذا يضرب مثل. اكو نمط من الناس عندهم مشكله ولا زالت، يعني المشكله الحسد. تلقي قلبه النور يشتغل، اذا شاف له واحد بنعمه، اذا شاف له واحد بامكانيه، اذا شاف واحد تحترم الناس. احيانا حتى اذا عندك عباده زينه والله موفقك وتصلي وشيء، اما يحاول يا بتروح صلي مثله، ستي ما يراد له شيء. عندك قران وعندك مفاتيح جنان وتندل القبله، واقعد ببيتك سد بابك صلي مثله. لا، يحسده حتى على العباده. اكو نفوس شريره، وهذا خاصه الان في مجتمعنا، ترى الحسد قائم على قدم وساق، وحقق 3/4 مشاكلكم من الحسد. ماكو فرد شيء اذا ما الناس حاطه عينها عليه. قاتل الله الحسد ما اعدله، بدأ بصاحبه فقد. والمشكله ان اللي نعاني منه الان، البشريه اللي تعاني منه هو الحسد. ليش؟ اول ذنب عصي به الله تبارك وتعالى هو الحسد. والا ابليس ليش لم يسجد لادم وصارت الكارثه وانطرد من الجنه وجدت الامور مثل ما هي اليوم؟ لان حسده. خلقتني من نار وخلقته من طين، شلون تأمر الملائكة للسجود إليه؟ هذا حسد. وأول دم سفك على وجه الأرض نتيجة الحسد. وإلا أرجوك، ولدي آدم مو أخوة اثنين؟ الأب آدم والأم حواء، وناس منسجمين علاقتهم زينة، ترى ما عندهم شيء إلا مسألة حسد. وحسد عليه من، مثل ما قلت لك، حتى على الطاعة. ليش هذا مقبول عند الله؟ ليش هذا دعاء مستجاب؟ ليش هذا اموره مستقيمه والله مطي وانا ما مطيني؟ هذه بها حكمه، يعني قد يكون هذا الله مبتليه. ترى النعم مو دائما النعمه هي نعمه معناها ان الله تبارك وتعالى يرضى على الانسان. احيانا قد تكون نعمه ابتلاء، قد تكون نعمه استدراج، مثل نعمه قارون. شد علي، ليش هذا قبل من عنده؟ هو ما راح راجع نفسه، ليش الله ما قبل مني؟ انت شايف الفرق وين؟ ليش الله ما قبل مني؟ مو المشكله الناس اذا مات ابن ادم، المحيط الموجود شنو راح يسأل؟ المحيط الموجود يقولون: ماذا ترك؟ شنو خلى وراه؟ خلى عقارات، خلى أموال. الملائكة تسأل: ماذا قدم؟ شنو اللي قدمه قدامه؟ الآن الإنسان المفروض، أنا لما أشوف واحد مقبول وموفق، المفروض مو أسأل وأحسد عليه، أسأل أنا ليش ما موفق؟ أنا ليش الله ما تقبل مني؟ قدموا قرابين لله تبارك وتعالى. هذا قال: أنا راح أقدم قربان لجبار السماوات والأرض. لما أقدم قربان المفروض أن يكون القربان يكون معروف، يعني أن فد شيء يتم تودي لك هدية إلى ملك الملوك، مو المفروض أن تكون هدية اليوم يسموها ماركة، مو شيء. وما تودي له صناعة تايوان صيني وماخذها للملك وبالعيد ودالك عنه ومغلفها وشيء وتطلع تاليها بعامتين. المفروض فرد هدية زينة. هذا راح قال: أنا عندي نعاج، أجيب كبش النعاج، فحل شياها يسموه بلهجتهم الدارجة، أحسن ما عندي. جاب قربان لله. ذاك عنده زرع
وتعرف الزرع يختلف، هذه سنبله شالت لها 10 حباب وذيك بها 100 حبه. اكو زرع يسموه خافور، يعني ما بي بس سنبله طويله من تريد تفركها بيدك ما بيها حب ما بيها ثمر. هذا يعرف ذني ما بين ثمر، قال احسن شيء ذني انا اقدمهن لله، لانه انا راح يحترقني ذني قربان، فليش اعطي هذا اللي بيه طعام؟ اكو نمط من الناس مثلا عنده رأس سنه خمسيه، سنه خمسيه يجي يقول لك يابا انا عندي سنه خمسيه وسنتي بفلان يوم، وعندي كم طول قماش، وهذا القماش انا اريد احسبه من الخمس، بعد انا ليش ادفع مال؟ واكو ناس بحاجه وانا مهنتي هاي ماكو مشكله، احسب هذا بهالمبلغ وانت وزعه، واذا اكو فقراء ومحتاجين حولهم بورقه برساله بشيء اعطيهم كسوه. ولطيفه الكسوه، يعني مو البارحه احنا يمكن بالحديث من كسى اخاه كسوه امنه الله يوم الفزع الاكبر. تروح للقماش تشوفه، واذا بقماش تعبان حتى وجه مال مخاد ما يصير. ليه؟ تبين هذا مو اجا كساد بالسوق واجت موده افضل منه وبعد ما حد يشتريه فصار يمشي على الله. بينما القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا فد وحده تقول انا فرد يوم من الايام خادمه جاريه عند الامام السجاد سلام الله عليه، يقول الامام السجاد كان يحب العنب، يعني فد شيء كل واحد بنفسه فد اكله. رحنا اشترينا له فرد يوم قدمنا له اياه بالافطار، طرق الباب سائل قال احملوه. ثاني يوم ما جبنا له احملوه، ثالث يوم تقول رحت للمسكين قلت له باب تفضل هذا العنب واعطينا اياه بفلوس نشتري منك للامام. فسالت الامام ليش؟ قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت اذا مسوي لك اكله خاصه لنفسك المفروض تصدق من هاي الاكله اللي انت تحبها، مو الاكله اللي انه والله ما احبها انا نفسي ما تنفتح يمها ودوها لفلان الفقير ياكلها يجرحها. لا مو هالشكل. يعني الانسان لما يقدم لوجه الله، تشوف الان النزاع عند اكو بعض ناس مع الاسف محسنين خوش اوادم ويساهم، لكن يقول لك انا اساهم ببناء المسجد كنت تكتب اسمي من المساهمين فلان، وساهم بالمشروع الخيري الفلاني يكون اسمي يعلن. انت شو تسوي به؟ هو عند الله تسجل لو ما تسجل؟ انت شو عليك بفضائيات الدنيا؟ شو عليك بهذا القطع الكربلائيه المكتوبه بالباب تاسس على نفقه الحاج فلان؟ انت تاسسها عند الله سبحانه وتعالى. مو هذا فرد يوم من الايام يقول هارون كان يبني مسجد، فاجى بهلول، بهلول رجل حكيم عالم لكنه تجنن حتى يبعد رادول للقضاء العباسي وما قبل من باب ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار. فاجى بالليل غافل الناس جاب له قطعه وكتب شيده المحسن فلان كتب باسمه. ودوا علي دقون ليش تقول هالشكل؟ قال لهم شو المطلوب؟ قال له هذا انا صارفه بفلوسي انت تكتبه باسمك ليش؟ قال له هو انت مسوي له الله لو هاي الناس؟ لذلك انت تشوف اكو بعض شعوب فقيره الطب مساجد بها سوع ساعه جداريه ما تسوى لها عانتين لو مروحه سقفيه لو شيء، وكاتب بها تبرع الحاج فلان واولاده. ايش دعوه اثنين كلهم هو واولاده مشاركين بها يعني بالعمل، يعني ما تشوفه خالص لوجه الله. فهذا جابه بهالشكل، جابه هذا الزرع الخاوي ما بيه شيء، وهذاك جاب. فتقبل الله من هذا الصادق، تقبل الله من هذا المحسن. بدل ما يقول انا خل اصلح نفسي المريضه نفسي الشريره واروح اسوي مثله اقدم احسن ما عندي لوجه الله حتى يقبل القربان، لا يرجع يحسد اخوه قام عليه مو قتل النتيجه. فشاهد الحديث اشتغل الحسد بنفوسهم. هذا المتنبي قصيدته قويه وشلون يقول هالشكل هذا راح يحصل كذا. التفت اليه احدهم قال له ما زدت الخليفه لقد وصفته بمن هم دونه. فسفرت مشكله حاتم، مشكله عامر، مشكله فلان قياسا للخليفه. فهذا ما يقدر يقول لا، مو يقدر يقول انه هذول لا افضل من الخليفه ينقص راسه. يعني هذا اكو واحد في يوم من الايام مسؤول في دوله معينه ايام نظام عندهم يقول احنا كنا اذا نريد نبوق يعني بالمال العام ناخذ، لكن اكو يسموها لجان تفتيش، تجي لجان ماليه تدقق علينا حسابات يشيكون يطلعون علينا البوقه. يقول بس احنا اذا ردنا نبوق نسوي جداريه للرئيس المخلوع ذاك رئيس طاغيه العراق نسوي له جداريه. يقول لانه اذا نسوي جداريه اذا بمليون ونكتب 10 ملايين الحسابات ما تعترض. من يقدر يقول جداريه هذا ما تسوى مليون؟ لا تسوى مليارين. فاحنا ايش نريد نكتب بالهذا؟ نكتب الرقم يمشي يوقع علينا، فهاي بوقتنا الدسمه بالجداريه. فهذا ما يقدر بعد يقول لهم المتنبي هذول افضل منا وانا ضربت مثل.
هو هم كتابة كان الرجل ورقته مكتوبة بإيده، يقولون المؤرخين طواها، طبقها بعد ما تفيده، دول حرقوه مثل ما تقول، يعني صبوا عليه بنزين. قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، اجعل السينية نفس القافية، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي.